السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي الاتحاد السعودي حوالين العالم. مباراة مثيرة جدا أمام نادي النصر انتهت والحمد لله بفوز نادي الاتحاد بشق الأنفس ب3 أهداف مقابل هدفين. مباراة مثيرة، مباراة مربكة. نادي النصر وبالرغم من أنه محبط جدا جدا ولاعبيه واضح عليهم الإحباط، إلا أن هم لعبوا مباراة كبيرة النهاردة. طبعا اللي بدأ التسجيل أولا ساديو ماني في الدقيقة الثانية، ثم عزز أيمن يحيى في الدقيقة 37. لكن طبعا على الناحية الثانية كريم بنزيما في الدقيقة 49 سجل الهدف الأول. بعد كده ناجلو كانتي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 52. وأخيرا الهدف الحاسم لحسام عوار في الدقيقة 94، هدف قوي. وحسام عوار يعني أنا حزين بصراحة على رحيله، يعني هو للأسف على الأغلب حسام عوار لن يكمل مع الاتحاد الموسم المقبل، وأنا أتمنى من إدارة الاتحاد أن هي تحاول تتمسك بحسام عوار قدر المستطاع. الصحف كلها بتتكلم عن فوز الاتحاد وبيقولوا الاتحاد يقلب الطاولة على النصر بثلاثية في الدوري السعودي. أيضا كل الصحف بتتكلم عن حالة طرد موسى ديابي، وبصراحة محتاجين نتوقف شوية عن حالة الطرد بتاعت موسى ديابي ونعيد النظر في أسباب هذا الطرد، لأن الطرد شئنا أم أبينا صحيح. لا أحد يستطيع أن ينكر أن حالة الطرد لموسى ديابي النهاردة كانت منطقية، ولكن اللي مش قادر أقبلها هو حصول بريرة على بطاقة صفراء. دي من أرخم الحاجات اللي حصلت النهاردة، وبالتالي لن يلعب بريرة المباراة المقبلة أمام الفيحاء. وضع مربك، تصرف أهوج يؤدي إلى خسارة لاعب بحجم بريرة أمام الفيحاء في وضع صعب جدا جدا. خدوا بالكم، يعني مباراة النهاردة كانت تعادل على آخر لحظة. يعني من حيث التشكيلة النهاردة الاتحاد لعب بتشكيلته المعهودة 4-2-3-1، طبعا تحت قيادة لوران بلان. في حراسة المرمى راكوفيتش، أمامهم مهند الشنقيطي، عبد الإله العمري، دانيلو بريرا وحسن كادش. أمامهم ناجلو كانتي وفابينهو، وأمامهم في الهجوم موسى ديابي واللي اتطرد، وحسام عوار في النص رقم 10، عبد الرحمن العبود الناحية الثانية، وفي الهجوم كريم بنزيما في الدقيقة أو برقم 9 واللي سجل الهدف الأول. طبعا الاتحاد النهاردة بدل تبديلين بس، ستيفن بيرجوين واللي خد برضو انذار، وفواز الصقور أيضا تم تبديله. طبعا ان انت تفوز على النصر على أرضه مش سهلة ومش هتمر مرور الكرام. خلي بالكم، انا لامح هناك على الناحية التانية مواطن او مشجع هلالي بيصوت، وده لاني لو كانت المباراة انتهت بالتعادل كان زمان الفارق ما بين الاتحاد والهلال الوصيف 3 نقاط، لكن احنا وسعنا الفارق ل6 نقاط زي ما هو. طبعا الاتحاد في المركز الاول 71 نقطة، خلفه الهلال 65 نقطة، ثم الأهلي برصيد 61 نقطة، ثم النصر برصيد 60 نقطة. وبالمناسبة الأهلي قدم مباراة أسطورية أمام التعاون وفاز 2-0، والهلال أيضا قدم مباراة جيدة جدا أمام الرائد وفاز 5-3، وللأمانة كانت مباراة صعبة جدا جدا. أما النصر طبعا فخسر بكل أسف المباراة بتاعة النهاردة، ويعني يبدو أن النصر يلملم حقيبته ولن يكمل ال5 مباريات أو ال4 مباريات المتبقية في الدوري السعودي إلا بهذا الشكل المحبط، إلا بهذا الشكل المحبط. المباراة المقبلة إن شاء الله للاتحاد أمام الفيحاء، مباراة تعزيز الصدارة. الهلال المباراة المقبلة مش هيصمد، أنا ما أعتقدش إن مباراة الهلال المقبلة أمام العروبة هيقدر يصمد. عندنا عمر السومة في العروبة مرعب. فوز الاتحاد المباراة المقبلة بيقربه أكتر وأكتر من الانفراد بصدارة الدوري السعودي. على أي حال أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.